شوط اول خيالي من الاهلي، 45 دقيقه سيطره، ضغط، استحواذ، كل حاجه بتعمل في الكوره. الهدف اللي جابه بن شرقي عشان بس اتحرك من مكانه في الجناح لقلب الملعب مكان المهاجم. هو ده المكان اللي المفروض يلعب فيه بن شرقي ما دام ما عندناش مهاجم بيمسكنا كوره بيشكل لنا خطوره على المرمى. جراديشار مهزوز جدا جدا، استلم كوره لوحده اداها الناصر ماهر وعمل فاول بانذار ملوش لازمه. وسط الملعب 10 على 10، هو ده الضغط المطلوب بشراسه. الخطوره الوحيده للزمالك من شوكوبانزا، بيستغل سرعته، انطلاقاته من ناحيه الشمال مع كوكا، وبعدين غير مكانه جه ناحيه يمين الاهلي يعني وشمال الاهلي، جه ناحيه يمين عند هاني وعمل كره في منتهى الخطوره، للاسف جايه من رجل كوكا. كره ارتدت من دفاع الزمالك على ال 18 لكوكا لوحده، معرفش مين بيعمل فيها ايه. اداها للزمالك، خدها شوكوبانزا وخد يانج وهاني في سكته لحد ما وصل للشناوي. دي الخطوره الوحيده للزمالك في الشوط الاول. غير كده الاهلي مسيطر تماما، واجمل ما في الهدف اسيست زيزو واستلام بن شرقي ومن لمسه واحده جول. هو ده المهاجم. مش هقعد اتفلسف، مش لسه هبص انا فين واقعد ادور واعمل. 1-0 نتيجه مستحقه الشوط الاول، تقريبا 5 أو 6 كورنر للاهلي مقابل ضربه ركنيه وحيده للزمالك. الشوط الثاني لازم يبقى فيه تماسك. انا وجهه نظري يخرج كوكا ويخرج جراديشار وينزل بن رمضان وينزل شكري ويروح زيزو طرف يمين وبن رمضان في قلب الملعب وبن شرقي يدخل مهاجم.